أم قانون آخر يتصرف في وضع آخر؟ بمعنى هل أنه يخدم إلا الجانب الاجتماعي في جانب الحماية وتوفير ضمانات إلى العامل إلى آخره، أم أن يتعدى إلى مرحلة ثانية في مرحلة قانون الشغل هو فرع من فروع القانون الاقتصادي؟ علاش السؤال هذا مطروح؟ لأنه وقت اللي نتحدث على القانون الاجتماعي وحماية العامل، حماية العامل في إطار مؤسسة. إذن الانطلاق من المؤسسة لتوفير ضمانات للعامل، وهذا تقريبا اللي مبني عليه الخيارات الكبرى اللي منظمة العمل الدولية تسميه لا فليكسيبيليتي. فليكسيبيليتي للانتربريز والسيكوريتي للامبلويي للخدام. في الفليكسيبيليتي احنا نلوجوا على عناصر التنمية الاقتصادية للمؤسسة، وهذا جزء اقتصادي، والجانب الثاني الامتيازات الاجتماعية الموجودة في قوانين الاستثمار، والجانب الآخر هو الضمانات الممنوحة للعامل. إذا كان باش نفكروا احنا في قانون الشغل بالنظرة التقليدية أو بالفكرة التقليدية، قانون الشغل باش يولي قانون تاع مطلبية وحماية وإلى آخره، باش يولي يجرنا إلى المرحلة تاع الستينات اللي تجاوزها المفهوم التقليدي لقانون الشغل. هذا يمهدنا للفكرة الثانية اللي أعلن عليها سيادة رئيس الجمهورية، هي مسألة الثورة التشريعية. في عبارة الثورة التشريعية هي قطيعة مع الماضي، يعني بوسائل جديدة، بفكر جديد، بناء منظومة جديدة للعلاقات المهنية أساسها التوازن مع توفير الحماية والضمانات الأساسية. يعني في نهاية المطاف وقت اللي رئيس الجمهورية يتحدث على العمل الهش ويتحدث على التقنيات العمل الهش كما المناولة كما، وكذلك ما جاء بدستور من عمل بأجر عادل أو أجر منصف في ظروف لائقة، ويقول هذا كيف أنه يكون بأجر مجزي، وهذا تمشي للقواعد بتاع القانون الدولي. أجر مجزي يعني كأننا نتحدثوا على سالاري ايجال بور ترافاي ايجال وسالاري ايجال بور ترافاي دو فالور ايجال. هذا معناتها في اطار المفاهيم المطالبه. المساله الثالثه بالنسبه للتطور معناتها على مستوى المجله هي في اطار الرؤيه الشامله، يعني فيها اجزاء اللي يكونوا معناتها في المراحل الاخيره للاعداد كما مساله العمل الهش، هذا اللي يشمل عقود الشغل محدد المده والمدى، وفيها ما هو مدى متوسط لمراجعه شامله لمجله الشغل بكامل مقوماتها. دونك كان تسمح اذا كان نوصل ونقدم معناتها تصور شامل للمجله ثم ترجعوا للنقاط في النقطه في التصور العام لمجله الشغل هو انه نبعدوا عن المقاربات التقليديه التفصيليه ونبذوا في حدود المبادئ العامه، باعتبار انه احنا وصلنا لمرحله من التطور في العلاقات المهنيه انه مبنيه في جزء كبير منها على المفاوضات الاجتماعيه. مرتضى الاطراف لانه هو اللي يرضى بين الاطراف حسب القطاعات حسب الوضع العام للبلاد، فهذا هو قانون رضا. يعني دور الدولة هو دور تعديلي في نهاية المطاف. دونك هذا يخلينا أن نمشيو في أول شيء في الشكل من حيث الشكل أنه يكون تصور لمجلة ما تتضمنش تفاصيل العلاقات المالية والدخول معناتها في تسيير المؤسسة عن طريق النصوص، ونخليه المجال الأطراف الاجتماعية لتحديد التفاصيل على مستوى الاتفاقيات. المجلة معناتها التصور العام أو أولي كذلك فيه مبادئ عامة كمحور تقديمي أو بريليميناري يضمن المبادئ العامة اللي هي بالأساس الحقوق الأساسية غير متنازع فيها، مساقين احنا على اتفاقية الكل مازالت 155 احنا بصدد الموافقة عليها، وهذه معايير دولية معناتها مقبولة من الجميع، وزاد ثم الاتفاقية الثلاثية الأطراف اللي في منظمة العمل الدولية الديكلاراسيون الإعلان الثلاثي بالنسبة
الشركات المتعدده الجنسيات هي زادت كيف موافقه عليها، وهي بدها تعمل على تنفيذها سواء في المؤسسات او في البلدان اللي عندها فيها مواقع نتاع عمل، وهذا معناتها مشترك في الانظمه الكل، ومش بيخلينا معناتها ناخذوا المبادئ العامه. ثم باش يجي عندنا محور اول يتعلق بعلاقات العمل الفرديه، وباب كبير الثاني يتعلق بالعمل علاقات العمل الجماعيه، وباب ثالث يتعلق بالمحيط عمل امن وصحي. هذا تقريبا التصور الشامل اللي باش يكون فيه المجال. على مستوى عقود العمل او علاقات العمل، عندنا الجزء الاول اللي باش يتحدث في عقود العمل، عندنا مساله تكوين العقد، وعندنا كذلك تنفيذ العقد. تنفيذ العقد يشمل بما في ذلك الانهاء، صور الانهاء والاجراءات، وهذا عندنا اشكال كبير مثلا اللي مطروح في صور الانهاء هي صوره الانهاء الاتفاقي، اللي اليوم وقت اللي يتفق المؤجر مع الاجير على الانهاء ويدفع له مبالغ معينه، فتعتبر من قبل الاجور خاضعه للضريبه وخاضعه للاقتطاع من الاقتطاع بعنوان المساهمات الاجتماعي، مع انه ما تدخلوش معناتها في احتساب الخدام وتثقل عمليه الديبار على المياه. وهذا باش يكون معناتها محل مراجعه. على مستوى تكوين العقد لقينا اللي ثم عدد كبير من الاشكالات في مساله العقود، في المفاوضات، في الشروط الخاصه بتاع العقود، زي كذلك اشكال كبير ياسر، كما شرط عدم المنافسه اللي ماهوش منظم في تونس واللي هو ضروري، كنا تعصب اخر في الشروط التغليبيه، عديد المسائل اللي تتعلق بها. ثم انه على مستوى العقود هذا نربط بالعمل الهش، ثم زاد عدد كبير من النزاعات فيما يتعلق بعقود الشغل محدد المده. كبير وما فيهش صوره واضحه حول الحلول. احيانا الحل يختلف من دائره تعقيبيه الى دائره تعقيبيه، كما ينجم يربح قضيه في هذا كما ينجم يخسرها، يقول لي ليس يقول لي هذا مستمر، والاخر يقول لي غير مستمر، والاخر يقول لي هذا في موطن عمل قار، والاخر يقول لي لا عمل هذا موسمي، وندخلوا في ليزاكارتيزاسيون مثلا. دونك احنا باش نقطعوا مع ليزاكارتيزاسيون تقريبا عقود الشغل واضح في القوانين الكل، وقتاش حالات اللجوء لعقود الشغل محدد المده، ووقتاش حالات العمل غير محدد المده، واضح كما موجود في الوظيفه العموميه، كما موجود في القطاع العام بالنسبه للمنشات والمؤسسات العموميه، فلا معناتها غرابه في ان يكون زاد التقصير يكون على مستوى المجال. في المساله الثانيه في مساله التنفيذ، عندنا زاد تصورات حول توقيت العمل. نظريا عندنا الفصل 79 وهذا سي حافظ كتب عليه منذ مده، يحكي على سنويه ساعات العمل، لانه نعتبره اللي كونه ثم حد ادنى من ساعات العمل يلزم يتوفر للمؤسسه، لو كان ما توفرش الحد الادنى هذا من الساعات راي المؤسسه داخله في ازمه. علاش؟ لانه وقت اللي نشوفوا احنا الوضع بتاعنا عندنا ساعات عمل نظريه على مستوى الجدولة نقبل 2080 واقعيا ما نلقاهمش، ثم اللي يجيبها من الكوتور وربع ساعه هذيك او الاخر توا بالكوتور ولا ما عادش تقليد ولا لغه اخرى بالفرنساويه يقول لك مو توليرانس. زاد اعطيني انا توليرانس في الاجر ما نخلصهاش، انا نسامح ما نسامحش، دونك مش معقول. دونك يا نسامحوا الناس الكل ولا ما نسامحوش الناس الكل. دونك هذا مثلا بالنسبه زاد الكور نتاع لي زور سوبليمونتير، عندنا سوايع اضافيه سوريه. اش معناتها سوايع اضافيه سوريه؟ يجي يقول لي انا الجمعه هذه انا خدمت 50 ساعه، خلصني في الساعات الاضافيه، الجمعه اللي بعدها بعد السيرتيفيكات يخدم 35 ساعه. هي انت ما وصلتش ل 173 ساعه في الكارونت وما لميتش في الكارونتويت 208 بار موا، وجاي تاخذ في شويه زايده وزميلك حاضر خدمت 208 يخلص اقل منك، ماهيش منطق هذا. فهمت كيفاش؟ دونك هذا يلزم يتراجع. ممكن نمشيو للسنويه مع تدرج. السنويه موجوده في الاتفاقيه القطاعيه نتاع الالكترونيك
لكنها مش قاعده تطبق. تقول لي لا نخرج انا بار سومان اي والكومبونساسيون اونتر لي سومان عملنا فيها هاي موجود بالنص. وداير ثم امر هبط نتاع السنين عملناه 23 22 يكون الريجيم 48 اور ونحط سلاش ونقول راي 200 بار موا. هي علاش تاخذ انت 48 وطيح 200 خلينا مع 200 هذا مثلا بالنسبه لمساله الساعات الاضافيه. مساله التوقف لاسباب فنيه او غيره عندك فصل 92 اللي فوق معناتها نقولوا احنا تطويره لتوقف المشترك. كما تقول لي انا ما يتحسبش عليا، انا نقول لك زاد كيف ما يتحسبش على المؤجر. قوه قاهره بالنسبه لي كاجي، وبالنسبه لك انت كمؤسسه مش قوه قاهره مش كبير ياسر. وهنا في مساله في تنفيذ العقد ثم صعوبات اقتصاديه. شنو نقصد بالصعوبات الاقتصاديه؟ هي اللي نسميوها احنا هي مش هي ثم حلول. الفصل اللي 21 يحكي على الحلول لاسباب اقتصاديه. احنا شديد من الزوز، يا طرد لاسباب اقتصاديه ولا تقاعد لاسباب اقتصاديه. هذه مساله تقاعد لاسباب اقتصاديه، واحد خارج لي 50 سنه في التقاعد فهمت كيفاش ثم كان في تونس لازم تنحى. على خاطر كي نقول انا 50 سنه نتقاعد والاخر عمره 62 سنه قاعد يخدم يخلص في البونسيون دو روتريت نتاع السيد اللي عمره 50 سنه، هذه لا عداله اجتماعيه ولا والو، ما تجيش شيء. المساله الثانيه في مساله التقاعد لاسباب اقتصاديه ثم ان بارادوكس في النص. تقول لي المؤسسه عندها صعوبات اقتصاديه اما تدفع جراتيفيكاسيون توصل ل 18 شهر للخدام بالاتفاق. ثبت لي هي عندها صعوبات اقتصاديه ولا ما عندهاش؟ هذا المطلوب. كان عندها صعوبات اقتصاديه راهي لا باش تدفع غرامه تاع التعسف يبقى تدفع جراتيفيكاسيون. كان ما عندهاش صعوبات اقتصاديه خلي تدفع. فهمت؟ هنا الحل توجد في الفون دو بير دومبلوا ولا الفون دو جارانتي دو بير دومبلوا، صندوق تامين على فقدان مواطن الشغل واللي باش ياخذ العبء محل المؤسسه. يعني في ثبوت الاسباب الاقتصاديه تصبح المؤسسه معفيه تماما من دفع اي غرامات. تجي تقول له عندك انت غرامات وعندك منح وكذا، كان عنده هو المبالغ هذيك اللي باش يخلص بها الجراتيفيكاسيون لاسباب اقتصاديه راهو حطها في المؤسسه وراهو رجع المؤسسه تخدم. اما هو ما عندوش موارد ماليه حيه حاضره باش ينجم فك الظرف هذاك الزمني يتحرك ويرجع. نقول له ادفع الغرامات وسينو تنسكروا لك المؤسسه ونعقلوا المؤسسه. ما عندهاش حتى معنى. هذاك علاش جات الفكره نتاع الصندوق، وماهوش باش يمول المؤجر بصفه مباشره. يعني انا عفيناك انت مولي، راهو حتى زاد الكوتيزاسيون اللي تحطوا راهو ثم كوتيزاسيون باش تتعمل. ما عملناش كوتيزاسيون لانه مصحين على الاطراف الاجتماعيه كلها في 2013 قالوا صندوق البطاله راهو يمول بمساهمتك، وتطبيقا للاتفاق هذاك خدينا نسبه ضعيفه بالكل معناتها باش تكون معناتها تاع مساهمه لانه بناو على الريجيم كونتريبيوتيف ما تنجمش تنحي لا كونتريبيسيون وهو الريجيم كونتريبيوتيف. دونك هذاك هو الاشكال اللي تعرضنا. دونك هذا على مستوى التنفيذ نتاع العقد. في مستوى العقود عندنا عقود اخرى منزله منزله عقود الشغل. منزله منزله عقود الشغل او عقود اخرى اللي هي عقود شغل احنا مازلنا في تونس ما وصلناش الى مرحله اعتبارها عقود شغل. في العمل عن بعد نعتبروها فافور للخدام انه عمل عن بعد، نعتبروها كقاعد في داره ونقولوا داير حتى دي تكست اللي كي رفلات الفكره هذه يقول لك كي تخدم ا ديستونس وفر انت الاورديناتور ووفر الكونيكسيون. وهذا ما عندوش معنى باش ننظموا العمل ا ديستونس ويدخل في ساعات العمل الرسميه مع ما يستوجبوا، وهذا يعطي سولاجمون للانتربريز، يعني يخليها ممكن تتصرف في الموارد البشريه بتاعها بصفه معناتها نقولوا احنا في اريحيه. المساله الثانيه ثم بعض العقود منزله منزله عقود الشغل. علاش؟ باش نضيفوا عليها صفه عقد الشغل لانه جات بين بين. ما جاتش بين بين في معنى انه ماشي عقود شغل وشرطوها شغل، انما هذه كي تقرا التقرير نتاع منظمه العمل الدوليه في 1995 جاء خرج بارتي سماها العقود اللي محل اشكال البريت ايكيفوك. العامل الفلاحي اسكو اجير ولا مش اجير، العامل
اجير ولا لا. الفريلانس اللي يسميوهم احنا هذا اللي يخدموا معناتها بطريقه شبه مستقله فهمت، وتلقاه مرتبط بمؤسسه واحده فهمت. الموزعين اللي موجودين عندنا هذوما توا اكتويلمون الليفرار اللي قاعدين يوصلوا من مكان الى مكان، هذا ثم اشكال كبير ياسر حول صفه المؤجر. هل انك العلامه اللي حاططها على الدراجه الناريه ولا السياره اللي يوصل بها هذيك هي المؤجر، اما الالغوريثم اللي يخدم فيه واللي قاعد يدخل على الابليكاسيون ويسجل في اسمه وياخذ في الكورس يسميوها هما في المدرسه، هذيك هي المؤجر. واذا كان الالغوريثم هو المؤجر بتاعه مش مشكل، الالغوريثم ينجم يكون المالك نتاعو شخص اخر موجود في دوله اخرى في مكان اخر، وقتها دخلنا في دي بي في الدوا انترناسيونال بريفي وما نجمش نخرجوا من الحقيقه. باش نعملوا نوع من التنظيم اللي هو في مجال الشغل موجود اللي هو العلاقه التبعيه الاقتصاديه. لانه جاء وقال في المجله لو كان ثم لي ديستريبيتور موزعين بتاع الكتب مرتبط اساسا ولا جرائد اساسا مرتبط بجريده واحده ولا مجله واحده، فهو عامل لتلك الجريده او المجله فهمت. دونك عندنا حالات كما هذوما موجودين ممكن ناخذوا هالصيغه، وهذا كله معناتها في اطار التصورات. مراقبه العمل نتعدى بسرعه معناتها في مراقبه العمل ثم مراقبه اداريه ومراقبه قضائيه. في المراقبه الاداريه دونك الانسبكسيون دو ترافاي لازم تتعدى من مرحله الزجر الى مرحله الاسيستونس المساعده. المراقب الشغل متفقد الشغل هو مساعد على تطبيق القانون، ماهوش مراقب، ما في معنى المعاقب. يعني العقوبات ما تعنيش حاجه بالنسبه لنا احنا، لانه الغايه مش العقاب، الغايه هي توفير مناخ عمل سليم. وهذا في اطار المجله ثم تصور شامل لمفهوم الجرائم الاجتماعيه. التصور الشامل هذا نعرضه على سياده رئيس الجمهوريه زاد كذلك باش نزيدوا ناخذوا فيه التوجهات الاساسيه اللي نحاولوا كيفاش باش نخرجوا به من المحاكم الى الخطايا الماليه ولا الى مجال نقولوا مجال البعد المرتبط بالقباضه الماليه. كما عندنا عديد المجالات كما مجال الطرقات وقت اللي حولنا عدد كبير من المخالفات الى مخالفات ماليه، ونحكيو على خطيه ماليه مش في بعدها الجزاء، لانه ما ثماش فائده في انك تجيب مؤسسه ولا ممثل مؤسسه ولا صاحب مؤسسه تخسروا نهار واقف في محكمه باش من بعد في مطاف تقول له 60 دينار خطيه ولا تقول له 200 دينار خطيه. ما مش هذا المطلوب. المطلوب هو تطبيق قانون الشغل، تطبيق القانون الشغل بما يتماشى والمؤسسه وبما يتماشى وحمايه توفير ضمانات. دونك هذا بالنسبه للمراقبه الاداريه. المراقبه القضائيه تبسيط الاجراءات نتاع القضاء الشغلي بشكل انه ممكن ياسر باش ندخلوا في مساله الوساطه الميدياسيون، نجموا نفضوا عدد كبير ياسر من المشاكل بالوساطه قبل ما نوصلوا حتى للمحكمه. ثم زاد فكره في المجال هذا نتاع ممكن نلقاو فكره المستشار الاجتماعي على غرار المستشار الجبائي، تنجم تسترشد حول الحقوق او تسترشد حول الاجراءات وغيره. ممكن تنجم تكون من المؤسسات اللي تعاوننا على تقريب وجهات النظر، مش كل نزاع نوصلوا به للتفقدين والمتفقد ما حدش يدخل في الفرد. ليش؟ لانه كي يوصل المتفقد يفضل لنا النزاعات الجماعيه نخليه هذا كله الاميابل يمشي بالاتفاق بين الاطراف. واحنا كي نبداو نتحدثوا على عقد الشغل ونقولوا كونسنسويال، توا كونسنسويال في بدايته في ابرامه رضا وفي نهايته يولي يلزم قضائي. دونك ما تمشي الفكره. هذا بالنسبه للجانب الاول. نستسمح كما ترى سؤال نستسمح نبقاو حتى هنا.